شلام عموخن خزيانا الميقرا بكل دوكا إيتون كنشتا داخدية ولمصاياثا جمعية حدياب للكفاءات إلى أغذاء من مطكسياثا منظمات دكنوشيا مذينايا كي مخبطة من رستاقد عنكاوة هل أربل هل أقليمة كردستان عراق كله المقروطة دماء إذبة طاووثة وهنيانا دكنوشيا وعما كد يخوشة تضم خامنيانا من أكاديماية وماري مصاياثة بريشة بقغلة مشخل بيه أرخى أدآها خلقتا من خرزة سوادة ديلانايا إلى ريشة أدآها كنشتا دخدية ودمصاياثة رئيس جمعية حدياب للكفاءات ميقرأ بروفيسور دكتور رمزي رفائيل برواري كل إقارة مقبل خلق بشينا دكتور قداها السوادة ديلانايا على شاشة أثيريثة عراقيثة سورييثة بسي مرابا رابي أنا مشغل منتا من ناخذ قميوتني الآية فرصة مقدم ما إيبي يعني النشاطات الجمعية ديا وإيما المؤسس والا وما دي له هدف ديا هاود بسي مرابي أخنا واليثة لألن وإقارة لقديا تهاوت يقروثوخ عمان قمد مشارخ ميخ بهرة نسلط الضوء على كنشتا دخديو دم صياثة أنا مترجم من الكفاءات جمعية حدياب للكفاءات ما طاوما شبر إن يعني مقروة تقدم قخزيانة ميقرأ خامن هرتا خشرح بوت ميزلتا مسيرة دم يقروثوخ يلبانيثا وأكاديميثا العلمية والأكاديمية سهدوياثا الشهادات وشوبانة مواقعتي والتشغيل الله أبن أمرخ أنري شاية يعني قبنايا الداها شؤالا أتلو خطلة دقيقة أمرخ زودة بصورة بخمدي بشيطة بس سي مرابة بس لما منك يعني شوقتي خصمخ كان الزروث يعني يذخني يعني مواليد خمسينات أخبري قمت ثواثة قامت بريا وهجرت بريا ولا يعني شورش مرحوم الله مصطفى شيت اشتيوخا ولهذا هويتي انا قماثه واوا حقيقه تامل ادخل والي قوم دراسه ماثد ميزي صبلت خروخ شما ماثد ميزي ودم انه يعني بوقت تابع ناحيه السرسين قضاء عماديه ويعني بوقت الدهوك لوا قضاء وتابع الموصل اذا هو تام اشتيوخم هجيرا الدهوك حقيقه الدهوك ويري مدرسه عمري تقريبا بطل هجيرا ب 61 ويري مدرسة دهوك يعني يفتام ابتدائية ومتوسطة وإعدادية. إعدادية هم لمكم اللي بريلا شغلت أي اتفاقية آذار 70 74 لثي اللغة ذي هجيرا قاها خرت يعني تلقى هجيري أنا بخايم. وإيوه بسبب طقسة قبغدة. طقسة عراقية دوزون. فعلا دوك هم أنا هم فترة حلتونا مقدمين قمنا الأقلاثا هم أنا بريلا شغلت 70 74 لثي الأخذ هذه وهم أنا بشن مجبور خقرتهم هجيرا تبغدت. بغداد تامة يعني إعداديمكم اللي قرأت سادس ونمكم اللي بغداد وحقيقة أخني يعني بوقتها أنا ميل ديها الهندسة والحمد لله يعني قلت لي معدل ثوابي أورنا الهندسة قدم والي جامعة التكنولوجيا قبل والي هندسة مكان وعدات أمري والا ومن 75 79 خرج والي يثم قامات خرج أخوار أصلا عسكرية وبطلة زي عسكرية قمت بديا وبلاشت يعني مقدم الحرب العراقية الإيرانية طوال شمان انت دراسات عليا لان انا الاول من الاوائل ثم لكم الوالي ماجستير تقريبا يعني بشوالا دبلوم عالي بعدين ماجستير ممكن شوالا شيء 13 شنو كذا خطيه هم خاصه مجال قال من بخلص بلاش ولا خلصنا اذا بشتي مجبور يعني ب 8 من دير العسكريه من دير تاما بشوالي حل 58 ثوى قرار انه ان دي مهندسين اتخذنا 13 انه مصرحي ولا تصريح بالضبط انما انتداب واو وانا بوقتها ونشقيلها ماجستير قم انتدبي لي بوقتها هيئه التعليم التقني قو بغداد من تاما هيئه التعليم التقني قم عيني والي قو مع التكنولوجيا بغداد بشوالي من 85 قو مع التكنولوجيا بغداد تقريبا لل 2007 حقيقة قو مع التكنولوجيا تاما في فترة اثوالي مدير تسجيل مع التكنولوجيا بغداد فترة 7 و8 هطخة وثو فترة خيتا بروتوالا تاما لان ثوالي قرار انه كل استاذ او كل دي مدرسة قو معاهد وجامعات العراق لازم ممارسة ميدانية بأحد دوائر الدولة خشيت من تدبوالا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قو بغداد
كممارسه ميدانيه للاساتذه، وبعدين رجع والي هم انا بال 88 رجع والي معهد رابي عزيزة أنا شوبان يعني نعم. أنا همون رابنا وبشكلي بالقدانة نعم. إن ما طاما شبر إن ما مطت لنا الدكتوراه خرطاء أجش خلاله من أني أي الدكتوراه حقيقة ذيلو خميثتوا يعني ظروف مرانة الشراثة وبلاشة ويروالا كيبنا أنا بلطنا برايم كملنا دكتوراه عمدي يعني من 83 شقيله ماجستير حل 99 لبريلا مجال بريلا بلاشا وما بلاشا بش مجبور نقدم لي تجامع التكنولوجيا دكتوراه 99 ونكملها تقريبا ب 2003 كمل لي دكتوراه باثر هذا يعني وقت طبعا انا بروفيسوريه انا بوقت قمنا بروفيسور يعني نثوالي بحوث مقدم يعني مخت معيني اول واحد معيني امري مدرس مساعد وبعدين بايش مدرس وبعدين استاذ مساعد. انا حقيقه خشت بوقتها استاذ مساعد وانا خشت من 2003 وبعدين قدم لي بحوث وكذا والحمد لله ب 2021 شغل لي بروفيسوريه. رابص باي انا ايوا يعني امر شوبان سعرناي مواقع نعم. مهنيه جو شو لدم يقروث خديا سواذا حوار ديا رابي نعم. يقرا دكتور رمزي بهاوي اخ يقروث كريشه نعم. كنوشتا دخديا ودم صاياثا رئيس جمعيه حدياب للكفاءات. من هرم بود دخبش لشوث استا كنشتا يعني امرخلب اربايا حيثيات يعني سبب استيقياثا كمهيئات اداريه تعاقبت سيتا قوانيثا هيئه عامه ياخذ دخبش مقبيه انا لمك تشخدقانو مدخرتا بود يعني هويه هي يوثا ديو ينخرزو ينشث السان ديو انقمايا سبب بصر قليل خازخ فيلما هخم هضر له قدن نغزه بس منهرم بود شراية شف السدية وسعاثة دبرنتا وقوانيثا بسي مرابا أتبيثتو يعني ظروف الثوى الأخ بعراق خاصة بريولا يعني أي حرب الطائفية يعني 2006 2007 يعني كبيرة من السراي ديا أنت ثوابا كفاءات وأصحاب العقول لا ثوابا كاليب دكاني بشوالا مخ بغداد مخ موصل بشوالا يعني كلش دكاني بالنسبه لين مجروا عليه اكثريه مجيره براي قسم منين مجيره ولا كردستان لين منطقه امنه من ثاني اخ زين تقريبا كلنا خوروان قد اودي بصره او بغداد او موصل كلها جميعا اخر هذه ثيله فكره تقريبا وهم قم طارح والثاني الدكتور حبيب حنا منصور مرياب اخني كفاءات كلها جميعا اخ قائما او دخلنا جمعيه كفاءات يعني بها معنا حمل الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه الى اخره اي فكره بديله بس بدايه دي كلش صعبه يعني اتي اصلا مقدمي ادخل من ديانه لا وشقلي موافقه وزاره الداخليه صعبه لان ما اتين او دكتوراه بفيزياء او دكتوراه بهندسه او بالطبي او بالكذا يعني وهو التحسس بالبدايه يعني انا حسب ديذن حسب ما رئيس الجمعيه دي قماي دكتور حبيب يعني من 2007 حتى 2012 هو محول الى بريواله يعني اثوى عرقلات من دي بطل ذيك يعني ذيلك جماعه ذيلا جماعه ويعني بشلال خبره وخاصه رئيس جمعيه سابق وثوابه يعني تخلى خاصه الشغلات قاوه شغله موافقه وزاره الداخليه تريال بولتريس تشلموا بينا نيشا الى خنيشه يلبانايا طاوه مصلحوا شغليته بساسه نعم. اجازه تريال بولتريس نعم رابص باي وهل اليوم يوم كما سعاثه يعني وقتها طبعا اول وقتها بس تاسيسيه واو شو انا بس وضعنا اجتماع ومؤتمر تاسيسي ما شغلنا اجازه بعدين بريواله هي اول هيئه اداريه منتخبه تي ال بي وتلتاسه طبعا بوذانا تريها يعني بطلة دي تريها هيئات منتخبه وبطلة دي كثير خفتره بريلا يعني انتخابات خاصه قمكلي ولا وبريواله شغلت كورونا خاصه اخر ولا وبعدين بطلة دي بوذانا انتخابات بطلة تقريبا اخر انتخابات دي اي وات ذهب يعني الشتاء الشتاء اسري ثلاثه بيرغد اشتواوا بي هي الاخيره يعني تقريبا اول ثاني ثالث يعني بانتخابات الثالثه بشي انا رئيس الجمهوريه كشتغ مقروث وخريشه دك نشتا رابص باي دكتور قاوه من يعني مهضرياتها وتابعتها متابعه دي قدوه خرزه قديه خلقتها نعم يدن بشورى يشموا ايوه جمعيه حدياب للثقافه والفنون نعم المردوثه وامنه نعم مودي وقمودي هاد خمشور الاخو خرطه بشتغل كفاءات خمنار تكريم ما يخالف حقيقة أخني حتى بالبداية نظام الداخلي دي أثوى على أساس بيشي وهيئة الإدارية هوية تقريبا تشناشي وتري هاوي احتياط زين أخني أنا بالكفاءات ومن دي يعني مثلا جمعية الثقافة الكدائية أنت رابع جمعيات ثقافية مين أخني أكاديمية على الأقل مغيرة الشمالية بريلا فكرة يعني مثلا اجتماعات مثلا الهيئة الإدارية تقم منتخب ولا تري التاسر
وش قلنا اول شمه بيان حولك للشمه ديال جمعيه حدياب الكفاءات، وبالفعل مقدم لنا تداخليه وداخليه من فوق تقريبا 2015 من فوق مغير الشمه ديال جمعيه حدياب الكفاءات. رابص برابي خبو قاره خينا خشوا على خينا بوتشمه. نعم. كنشتا دخديو لمصاياثا جمعيه حدياب للكفاءات. نعم. خديو حدياب ما نيشا والمغزى. نيشا والمغزى حتى بالتاريخ يثوى حدياب اي منطقه دي اخذت اربئيلو ملكوثه شو مملكه حدياب اربئيلو وخضروان خضروان دي طبعا، وعاصمه دي دواء اخذ امراه اربئيلو دواء اربيل قمش قال لك شما يعني تاريخي من داني ويثوى همنا اخني بثرة خلوا على الاشوريين بشوال يعني ثوى سوريتوث الاثرى بشوال سورايو وقم بشوال عاصمه ديان اخو يعني بشمه حدياب جو اربئيلو. ولهذا يعني من دي تاريخي وخشمه خقيره وبسيمه ومرت تشعيثه امتن. نعم. رابص بس ما جينا ناخذ من جاباثه شمه رابي اختمري قم قلل اخنا لما جيه قم يقروث لما تشخخلوخ هذا بحاول نخب مقطع فيلم كيريا بوت نيشه اهدا بوت هي يوثا هويه بوت خرزه برنامج على ضوء بشلشوت استا جمعيه حدياب الكفاءات وهرادق صورياثا وشمانه اد شت السانه دي خا فيلم كيريا. جمعية حدياب للكفاءات في سطور. هوية الجمعية هي مؤسسة أكاديمية مستقلة تعني بالعلم والثقافة. أهم أهدافها تقديم خدمات استشارية علمية وأكاديمية للأفراد وللجماعات على حد سواه وفي مختلف الاختصاصات، والسعي إلى صقل المواهب العلمية والثقافية والفنية للشبيبة الجامعيين وتطويرها واستثمارها على نحو حضاري. وتسعى كذلك إلى إقامة المواسم العلمية والثقافية والفنية والندوات والسيمينارات والدورات التدريبية في الاختصاصات المختلفة، والمشاركة في المهرجانات العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تحييها المؤسسات الأخرى داخل الإقليم وخارجه، وإقامة نشاطات اجتماعية وترفيهية لمنتسبيها وعوائلهم والمشاركة في المناسبات العامة. تألفت الهيئة التأسيسية من السادة المدرجة أسماءهم أدناه: أولاً دكتور حبيب حنا منصور خريج الفيزياء النووية. ثانياً دكتور سمير صبري شابة والمعروف بسمير خوراني خريج النقد الأدبي المعاصر. ثالثاً دكتور رياض فرانسيس دنحة علوم الحياة. رابعاً دكتور أمجد بويا سلاقة الصناعات الغذائية. خامساً الدكتور داوود يوخنا دانيال علم الاجتماع. سادساً الدكتورة منى يوخنا ياقو القانون الدولي العام. سابعاً أسيل إسحاق بتو طالبة دكتوراه علم النفس. ثامناً دكتور فريد حنا عبد الأحد التشريح البشري. تاسعاً دكتور رغد زهير يوسف هندسة الحاسبات. عاشراً دكتور رمزي رفائيل إبراهيم الهندسة الميكانيكية. 11 دكتور هاني ناصر هرمز الثروة الحيوانية. 12 السيدة نضال ياس يعقوب ماجستير الثروة الحيوانية. 13 السيد عزيز عمانوئيل غورغيس ماجستير اللغة الإنجليزية. 14 دكتور نوال هرمس الصناعات الغذائية. 15 دكتور رعد جورج ميخا الإنتاج الحقلي. 16 دكتور نجيب توما باتو فيزياء أشباه الموصلات. 17 دكتور جلال فائق مسة الطب الباطني. 18 دكتور مهند رسام الهندسة المعمارية والتخطيط. رابي يقرا من دان الشث استو هل اديم يوما انا يدن قم بيشتوم يقروثو خريشه دك نشتاهر ايوتوا مشتعلات مدبرانوثا من هران يعني وضح قالا قخزيان يقرا ابرز النشاطات
الليله منات مزمتي يعني خخ برسا يعني مناسبه تخرت لأينا امرخ الاطار العام نشاطات دياخو قديني قغلي وقديني مجالاتي وارائي وامسيات ثقافيه فنيه علميه مهرجانات ابرز محطات نشاطات جمعيه حدياب للكفاءات. رابي مختيرتو يعني انا من المؤسسين ديتو يعني اخذت من سرنا شونا انا خمنين من المؤسسين الجمعيه اخوه وبشوالي تقريبا يعني دورتين انتخابات بشوالي يعني ما التزكيه وديوالي مدير اداره حلف بشوالي رئيس جمعيه. اذا انا كمدير اداره والنشاطات اخوان حقيقه كبيره نشاطات بستقرنوا يعني خمني منها يعني من داني من دي اول من دي يعني بديوالة تقريبا بديوالة بتاسيس جامعه الكاثوليكيه بوقتها مؤسسنا ب 2015 بس اخني من 13 يعني اخني بنيت الجمعيه دي واجازه دي من كبير شقلي واجازه الجامعه الكاثوليكيه. اذا اخني كل الاساتذه بجامعه يعني بجامعه صلاح الدين واخواني دكتور حبيب وناي دكتور رياض رياض فرانسيس دكتور رياض فرانسيس دكتور سامي دكتور حبيب شلامن ويقارن قال كل أنا شمانه أن كل تامي وأخن موجود تامة. إذا بيدا لا قدم لنا سيدنا تبيا وذا جامعة مجتمع من النيابة رابي دكتور مرخ سيدنا قتوى قليثة خزيانة سيدنا المطران طوثانو ثمار بشار وردة نعم. رعية برشية أربلت عيتن نعم. كلديثة نعم. وذا اجتماع بن ميرتنا تخفكر اخني كل رقم اي دخل يعني طال دي سيد اخني قام اي من دي تيبو احنا لم قصر يعني من مفردات واي شغلات طبعا شغلات هندسيه وكذا وثوي دار الشؤون الهندسيه بلخي وكبنايه ومن ديالات وان علاقه اخني كل علاقه دي انت اجازه واو ومفردات واقسام دقق اقسام ما قسم بضغ مفردات دي اي بود بيت صوبه كاثوليكيه كاثوليكيه رابص با اي وخا باسع ترابط او مودي خينا من دي خنت اثوالا حقيقه هم انا قموانا بواجب اي بين بريوه لغزي خلينا مخني بطله تاسيسيه مباشره 2014 بريوه شغله داعش موصل اي موصل ودشت الننوي حقيقه مؤثره كبيره ولهذا رئيس جمعيه بوك تمر ولا اثوالا قم ديقهم السيسي ولا تاسيس منظمات المجتمع المدني في عنكاوه اثوالا كلهم جمعيه ولا مؤسسه من بريالي الدواعش مجتمع لاني مؤسسات المنظمات المجتمع المدني وكنت خمير الشاقل خا مدرسه اخني حقيقه مشغله مدرسه اعتقد مدرسه اعداد الصناعه واو قيل ده مقابل يعني اذاعه مريمان تام خير قموا على بواجب ديهن اذاعه مريم كل النواحي إذاعة مريم إذاعة مريم نعم إذاعة مريم تامت وإعدادية الصناعة وإذا تامت والنازحين حقيقة قمنا بواجه منين مساعدة أخوالي من خلال تقريبا خير ختام وخمنين حل بعدين غزيوالي سيدنا يعني مرتب والي طالهن أمورات وشغلات وقم سلمي أخوالا طالهن أي خمن من دي ما عدد وباسع تطوط ما عدد إثوالا أخني كأساتذة الجامعات بريولا شهر السادس والسابع المدني طلاب خمتي امتحانات دور اول خمتي منين يعني امتحانات لقم كوليوال الدور الاول خمتي منين اثوان المكملين قموا انا وضوانا طالعين تقريبا بحدود 1000 طالب استمارات كلهم قدموا على استمارات الجمعيه دي تحجاب واحنا قدموا على وزاره التعليم العالي بوقت زير المواقع بديله امتحنوا ونجحت امتحنيهم نشعيوا يعني اول ما انا خمندي وضوانا من ديان دواوي يعني مساعده بني أمتن رابص باي مودي خيانة دكتور رابي من دي خلنا بطر دمشق لا مريرة لا مريرة هم كملنا يت مريرة بعدين هم ثوالا تقريبا هم نغزيوا الناحية دين بطر ثيوا لأن مهجرين خاصة أطفال وأندوي شباب وعمر 10 12 سنة غزيوا لأنه أنويلات بديلا ميران دودخ شغلة عليهن يعني مخدمني أخني لا مخبري ولا كآبة من يعني شغلات محاضرات نفسية شغلات ترفيهية اللي وذوالا خدورات تامة طالين تقريبا يرخى بس كنت قلوتا أسخهم يتواخلا من مواقع ديان يعني النازحين شباب تقريبا عمر من 10 12 20 سنة الثواب تقريبا يجوز بحدود 40 من داني أربيطة من يعني سرايدين ويزدين هو المحاضرات طالعين يعني من الناحيه النفسيه بكل النواحي يعني وقام بصغي خوالين وثوالين برامج وكذا سياره من لبنان مثلا ولا خلينا مصرف جب حقيقه خاصه ولا بصغ خوالين بي من دي بو هدفكم وان مودي خيانت بتخرى ببنش خرايا وإذا من دنش خرايا دورات عاد لا ثوالين قم دقه يعني حقيقه اخني بوك تمير صلوالا يعني مساعده حقيقه شكل يعني ولو ده اليوم انا بقى بس شمدي لك بنا شغله سرقس اغاجان بوقت قم ساعد والا يعني تمويل دين من دي واوا
خينا يقرا سرقي سغجان هو يرى اللي رابا جيبانه وشتاسه وهاوي بسيمه ولهذا ما ودوالا بين اخن التن ما دام التموين التن كذا ان من ديان الزيدي من التموين يبدا ودق تكريم. ولهذا ودوالا مواسم كل موسم ودق تكريم الاوائل من الجامعات. عندي يشقي شهاده ماجستير، يشقي شهاده دكتوراه، او دي لي متقاعد، او انت مثلا بحث مثلا انت امباكت فقط قوه تاثير يعني او مجله مرموقه انك تجيع اللي هنا وذا كل شيء تكريم. اول شيء خمدي بسخيه كبيره من دان يعني خاصه النشاطات او اللين اي شيء خوي يعني تكريم دي. ما عدا دائما اثوالا همنا مواسم ثقافيه يعني لث شيء من 2013 لث وشيت لو موسم ثقافي. موسم ثقافي تقريبا من قرش تريرخي من شهر 3 و4 يعني وبالخمسه لما بديها امتحانات وخاصه محاضرات تقريبا يعني من طوال الخمسه يعني محاضرات مستمره هاي ورش مستمره هاي. وحقيقه حتى يعني اساتذه مو بس بيقوم او دكاتره دي موجوده بالكردستان وانما بموصل تكريد اثوان همنا علاقات منين اثيو ويولي محاضرات كلها. ما عدا ندي الاخ اخوان حتى اكراد اثوا خمتي من الشلماني اخ انا مستضيف اخوانه محاضرات بل مواسم ثقافيه. رابط صبايا. دكتور رمزي يقرا صورا يعني امل ديا الى من قائم كد ميقروث وشغلوخ مشتعلانو ثدريشد نشتا والدعث قريوه مدري هاويتو منتيانه خوباطه بالزودا بورسه بالزودا بمات إيله الهنيانا لصالح د كنشا ودعمه كل نايث وبس ما كانوا خن وبخيلة آلها هاويتون أمينة ما زلت ديوخن هذا من شمد كنشتا دكتور كنشتا دخدية ولا مصاياته جمعية حدياب للكفاءة هانا ودين بمعنى هدامت سعتا دبرنتا وسعتا قواناتا أعضاء الهيئة الإدارية والعامة إيلون خشمرخ أصحاب شهادات عليا يعني أصحاب كفاءات يعني شارين ترى من بكالوريوس ماجستير دكتوراه. لا العفو رابي بكالوريوس يلقى كله اما دبلوم عالي ماجستير دكتوراه يعني اي بش شررته لانه كله الى اصحاب شهادات بس عليا. امرنخ بكالوريوس لان اطباء 5 سنين معتبر خلشيت الخمسه معتبرها دبلوم عالي طالعين ولهذا اطباء مشمولين. اذا قال خدشه مشقه اطباء مشمولين له لان 5 سنين درستين. رابط صبايا رابي هانا ودين اذا ايلو مروات السدوات علايه شهادات عليا. هرقو دوا شوبت إخجابة يعني على الشوية مستوى إقليم الكردستان ذيثة أربل ورستاقد عنكاوة إيثن غضم مطكستا خيتها من مطكسيات دكنوشم دينايا منظمة من منظمات المجتمع المدني إلى قنطرن أكاديمايا كنشايا المركز الأكاديمي الاجتماعي أب آون إلى من شم المركز الأكاديمي يضم جو هدامة الهيئة الإدارية والعامة أكاديميين أساتذة أباني حملت ماجستير ودكتوراه يعني ترى أمر نطك سياسة هنا بلاخقوا خرق جغرافية ويعني خشوخ لصورتها نسبيا إلى قضاء فدخل ويتا علاقة بين ثوخون إيثن تنسيق إيثن تنافس يعني هدامة أعضاء الهيئة العامة إيثن خكمة برصوبة إن أخ هدامة وأخ هدامة دخل إي صورة دي. نعم تمام يعني حقيقة يعني مركز الأكاديمي يعني هم مشكورين يعني كبير قهاثم قدنا مساعد طاني يعني دكتور القاعات مقاعد موفر ولا وبدايه دي قمتها ولا تمين حقيقه لثوانا تمين زلوانا تام هو يرى لمن يقام يعني قنطرون بقانه دكتور إليخا مؤسسه فعاله تمام. انا مناد بقاري انه هدامايوثا اعضاء ايثن تقاطع ايثن مشاركه لا تقاطع انا مني انا رئيس جمعيه وعضو يعني عضو بقاية عامه كانت يعني عضو بهاي عامه لاكثر من منظمه طبيعي لا طبيعي لا ويتا مثلا خشخيله من لا بس امكانيات لا كفاءات بس اي دين خاصه لانه كفاءات دكتوراه يعني دبلوم عالي تعمل كل بكالوريوس مقبول يعني اي بكالوريوس هاويله اكاديمي مقبوله. وانا يعني مو على مود محكن اللين بس الاكاديمي مفروض هاوي يعني صعب شهاده عليا يعني الشمه يعني ليله الشمه دي الشمه يعني برعيانه المفروض دكتور الى من ماستر من يعني دبلوم عالي يمري وبعدين ماستر لنا انا يمري الاكاديميه ان بكالوريوس ما يعني ما يعتبر اكاديمي مع احتراماتي لهم خينا بخج بالنخله مشق لقمايا المرحله الاولى دراسات عليا بكالوريوس بصرادق فايش اكاديمي رابص با دكتور سؤال بسيمه لمن هرياتها بسيمه لان انيا وتلن بساسه هدين طايله دانت شغله خباصوله خمانية اختا كريثه خزيانا يقرا خباصوله كريا وخرطه بالديرخ بوشون عمان
مدري ديارخ عموخن خزيانا الميقرا تممت السهم ريانا من دا خلقت خرزة سوادة دي لنايا كد أرخن ميقرا إلى بروفيسور دكتور رمزي رفائيل برواري ريشا دكنشتا دخديو لمصايافة رئيس جمعية حدياب للكفاءات ميقرا دكتور جو سامة قمايا رابا بسيمو من هروخ بوت شت أستا تأسيس تاكنشتا وبوت خوباطة نشاطات ديو هذه خدشب خدشني خبنيخة مشان الشؤالة بقار الخشوية أمرغ جوانايا مستوى عام عمومي هذا كنت أثرى جوانايث متعارف عليه إنه إيثن ثلاثة أربع سلطات أعلى سلطة إلى بيت زردين القضائية باثرادخ أمرخ سلطة التشريعية برلمان باثرادخ آثي سلطانة عاودة سلطة التنفيذية الحكومة مجلس الوزراء قليونوثا يذاع الصحافة والإعلامي أمري لا السلطة الرابعة ودي يوم رابطت له دور ورابطت له مع بذانوثا تأثير قخيوثا وقو مرخشتة رعيانا قوانايا توجيه الرأي العام أبقوا إصورة بين أثرواثا قخك ما قدش عسقة مواقف صعبة يذاع رابطت له دورة هذا ينطق سياسة الدكنوشن ذينايا منظمات المجتمع المدني كل خكيشة مجتمع مفهوم خاني آمر إيلون سلطانة خمسة السلطة الخامسة تمام بخشوتخ دكتور برعيانة دم يقروثخ مطكسياتك كنشم ذينايا اديوم يوما ان على شوية العراق كله على مستوى العراق عموما على شوية عمان اخنا السراي مصايرة قش مني يجسدون دورة سلطانة خمسة منه اخي تمام سلطانة خمسة تمام لأنها ما مخديته يعني قمدها بنظام يعني مثلا حزب واحد كذا طقس دعوة قمت ريبتو ايوه دكتاتورة لثوال المجال تضخم من يعني بس شمولي شمولي بضت ال بي طلع بليه كل من دي ومؤدلج الهنيانة لصالح ده حقيقة شقلة كلش دورة خاصة تأييد من المتحدة حقوق الإنسان ولهذا اي منظمه مجتمع مدني انت تشجيع من دولاتها من الامم المتحده ولهذا شقله دور رابع يعني ماخذ يعني كل اندي للصحافه واندي لان شغلات القضاء كنت تابعت نظام دياله ولهذا كمتها ويا لي ويا خمندي يعني مخدم الامه درست بينما هي منظمه مجتمع مدني منظمه مستقله لا تابعت لا حزب لا اي سلطانه كذا اذا انا متاكد اني او من الدمرالي صحيحين وكبيره من ديانه يعني خاصه اقليم كردستان يعني نشاطها دي كلش كبيره ومنطقه ولا مجلس وزراء وكذا ورابه من دياني بلطي يعني مردبي ولا ام صحيحه والاثوى خمندي خاصه يعني اثوال الدور مسوده دستور اقليم كردستان يعني مثوال الممثلين وخاصه الدكتوره منى يعقوب من دين الممثلين ديني مسوده الدستور وكبيره من ديانه دكتوره منى مخلط رابي ابا يقرك ما نرغب ديو يعني مقارت دكتوره منى ياقو الى اختصاص قانون دولي واقليات ايوا استاذه جو بيت صوبت صلاح الدين باربل قبوتات خبش لا قباثه خدمته قداسيتا لصياغه مسوده دستور تقليم اديوم يوما الى ريشه ساعتها شليتها بيات الزق برنامج واقليمه كردستان قيمه الخماني هماني منا نويوي يعني اول هيئه اداريه ثاني هيئه اداريه منا يعني ما يناوي على جمعيه الثقافه يعني جمعيه حدياب للكفاءات حقيقه اثوابا كبيره من ديانه يعني كمان تخواله خاصه اخه قبغت اثواله هذا التاثير بس خاصه اضعف الى يعني من اقليم هو رابه يعني اخني هم اثوالا اي تحالف الاقليات واي حمايه الاقليات وكذا يعني اختار خشوت رابخ كردستان طبعا ليخ مطيل مخدمري كل من ديانتي بخلا بس ايش لكم حوالي وانت تاثير كبير ان مالك منظمات المجتمع المدني وتحالف الاقليات جو اقليمه سباي رابي باقف وقماركس انت بس ما اعتقد يعني تاثيرات خلينا خاصه قماركس لا يعني ما اعتقد يعني قماركس منادي بغداد على شبيه العراق كاقليم ادخال شغلات يعني طائفيه وشغلات سياسيه قاوه اكثر يعني ابقوا الشويه اثرى كل بثنار العراق دكتور تلاني خياده الصبر الكاثوي عراقايه تلاني تخبرت القليونايه تلاني خكمه شو تاسد اصابه باثى المراه خكمه اثليطايه خكمه ثنايه بس لغزي اللي خمن دي تامه دستور مغيره بدن من يعني بس اختي سنيق السناده بالزوده صباي رابي هذا مرخ كان خدش انه ليه بو شو يتبيخ اخنا وما طاو ما شفت الرايم هذا انا لخ بقاري اوله مو دينا ان يعني شويله سبل دمارمتا
عمل أداء رفع أداء منظمات المجتمع المدني قد ماصي بشرارة بباعولوثة فعلا هاوي مع بذانة مؤثرين تاوي قريبة من دوا كناية لقب السلطة الخامسة مودي سنيقة سنيق اهم شيء يعني اي منظمه هويه مندي هويه انها لا التمويل بس لا تمويل من حكومي او من حزب لان اي تمويل انها من حكومه او حزب لازم بيش اخوي مؤدلجه اذا انا كيف ما كبها يا رابي لا من حكمه ولا من جهه معينه اذا منظمات براءه يعني لها شامل اذا منظمات براءه لتهن غايه غير حقوق الانسان يعني ماخذ مرتخ ماخذ خمتي ناشي يعني اذا كبير ناشي طاوي براءه ليه مخ خليان بس اذا ناشي ولا بروعي بس في سبيل حقوق يعني. الانسان في سبيل الامراض انت تين سرطان كذا يعني مهيمين اذن منين ولا بروح بملايين وليه تشمين ما نديله يعني خيمر خلال مهيمين انا بس خدتين حالات انسانيه ولهذا اي منظمه مرداء انا اخا انت مثلا امراض السرطان كذا تقصد بدها تروح تبرعات بس يدي لا يعني الشغله مخدمني هويه الدروس بس ماكدي منه انه صادق صباي رابي يقرث اخ اكاديمايا اخ بروفيسور دكتور هرديد انا بوقارد آثئيلة بوت يلبانا علايا قوانايث التعليم العالي بشكل عام قو أثر كل العراق وقاوة أبقو قلما أخ سامة من العراق بينوذن خبر قولايوثا يعني أبن أو شوال بالكترابة طريخة إجابة بونادي أنا كمت ما صد كريوثا خمقارنة بين شوية مستوى التعليم العالي بدوزونة أمر خوالي الزمن الجميل يعني اشتية شوية ثمانية يعني جامعات عراقية ايوه رصينة ومعروفة فعلا. وعلى مستوى عالمي بجدية دي بمستوى ديلبانا دي وبين امر خلنا اسريتلاش انه خرايه تعليم العالي ويلي طواره تكنولوجيا هربديد انا خنوع ولا من بوثاخه من استسهال ان ايثنا من دي مقارنه بدنا تري مشغله مرحلتين رابي يعني تعيش بظروف العراق الستينات والسبعينات يعني اخي ابن مرحله عصر الذهبي قيد تقريبا ولو اثوى بديوا على حركه يعني ابقوا 80 ليه ورا لا هم 80 حصار يعني بدنا بلاشا وهذا بس حتى بقين مالك لم اثر ولا حتى اثوى بلاشا بالستينات اذا تقوم اثوى بلاشا يعني كان خارج المحافظات حل 4 حل 70 لا منتهي هذا الشر بس هم انا يعني ايمن اعتبرها كتعليم عصر الذهبي مخدم الستينات السبعينات الثمانينات خاصه نقول ولا الحرب العراقيه الايرانيه بس ناشي هم انا نفس الأثوال يعني تدراسة ثيلة بعدين يعني أن ظروف الشر الثيلة بالثمانينات والتسعينات وناشي يعني أن كثرة الحروب أن الشرافة أن يعني مبصور من شوية طبعا طبيعي لا سباي ما بعد 2003 لا خلينا نبدا ضربتين ثيلة التعليم ضربة الأولى حرب العراق الإيرانية وضربة الثانية حصار تشيء حصار هم يعني مثيرة كبيرة التعليم هذا تعليم بش يعني مخدمني كلش ضعيف مقارنة بالقمات الثيلة بثرة ديك بليراني عندها جبت 2003 بثرة يعني بثرة هذا خمر بثرة 2003 بثرة 2003 بريل الشخلافة بس تخطيط لف أمل لث نفتقد للتخطيط أبد ولهذا التكنولوجيا يعني التكنولوجيا الثيرة صح كلش تكنولوجيا يعني من ناحية الأدوية من ناحية الأمراض من ناحية التجارة وصناعة تخلى يعني التكنولوجيا كلش أوكي بس التعليم لا سبب يعني كبيرة أسباب التعليم لأن خاصة يعني ما منه بريلا أي فساد الإداري وفساد المالي وشغلات خاصة تعليم خاصة يعني حكومة مثلا لدري بالدي للأصحاب الشهادات مدرسين وما مدرسين وكذا يعني بريلا خاصة نوع من الرشوة بين الطالب ومدرس وكذا حتى من إعداديات بديلة هي كلها مثيرة ليش يعني أنا مثلا مدرس يعني بشغل له قولة من ميركل أية ألمانيا يعني أنجيلا ميركل مستشارة سابقة ثيلا فترة طالدي مهندسين دكاترة ميرا طالدي غازتها وتمدرسين رواتب أكثر منن ميرا آون لا مدرس مدريس اللغات ليه بيشتو مهندس ولا دكتور هذا زك ما أنه ولا تدريس بينما أخني لا يعني مع العلم أنا تجامعات أوكي بس كمدرسين من الناحية الابتدائية ومتوسطة يعني فارهن لا مستحقين يعني لازم تبقى لها دعم اكثر انها لها دعم اكثر بدعي اكثر دعم اكثر خصوصي شم قليل يدرس خصوصي يعني رابع منين ولا مفتروه يعني راتب دي قليل ما له يلزم مدرسه خصوصي سبايرا بهر ضمن دوا سوا هذا نعم حوار وضمن دوا البابا ملف مقارنه بين التعليم العالي نعم الستينات السبعينات الثمانينات اديم يوما ضمن نفس السياق نعم
زيادتها قليثة الزيادة الواضحة جو أمرخ كلياثة ديلاناياثا يعني الكليات الأهلية أو الجامعات الأهلية نعم. كما إيوا نقزة مريمانة ومسيمانة السلبيات والإيجابيات جو خقلت يلبانا علايا انا بدي مرنخ يعني الصح جامعات الاهليه وزي له برسم له بتسلم مو انا قيث تمام اخني بالنسبه للعراق كارثه بس بالنسبه لدوله العالم لا كل جامعات اهليه قعلمه بش برزيله وطلاب دي من احسن انواع الطلاب اكثر من الحكوميه وكلها على المشقه امريكا وغير كان جامعه هارفارد كذا كلها كليات اهليه له بس اخذيا ما عندي له مشكله رابي من المؤسسه الجامعه الاهليه اما مليونير او سياسي يعني رجل اعمال او اما سياسي اذا اثنين لا في دي يعني ليش ولي انا اذا اكاديمي لا ولا اكاديمي ما عندي له حتى رجل الاعمال او السياسي احتمال انت مليونير ليه رجل اعمال انت باري وكبه موظف له في انشاء مؤسسات معينه بضمنها الكليات الاهليه مودي للضرر ضرر مودي لان الدوله تخالف بها فساد مالي فساد اداري رشوه يعني ليث ضوابط ضوابط انضباط اداره سليمه انا لما انا ايثن بس ثلاث انضباط يعني انا باردي ولا كله من دي واحده اي بعد قسم المفروض اختصاص دي كذا يبدا لفلان من دي رمزي مثال الاختصاص دي يبدا رئيس قسم ولا تشو علاقه بالموضوع وايبه مرخش لقي بزوز يعني امرت ان كلياتها دي لناي إلو خسامه من سبابه شويه ديلبانا علايا قصه او قلل خاثله سباي انا خشون رابي يقرا دكتور ابو ورعيانا الى نسبي الى حد ما يعني هرب هاوي حكم كليات اهليه لا هذا ناجحه منضبطه انا من نخي لان انا التشجيع من حكمه وحكم حقي يعني ليه كل جامعاتها حكوميه لازم ما اهليه بس اهليه ضمن ضوابط انها يضمن ضوابط معينه وقبول ولا زالت الخاله مبدا الباري والتجاره عزيزي يعني انا خكم مني لما كله يعني انا مثلا طلاب ذهب منخ مثلا جامعه هارفارد من الجامعات القديمه واهليه له مشيت ولا مقدمه لجس 100,000 طالب مقدمين بشغلي 1650 طالب بس مستوى دي باش ثابت اي بشغلي باري لا بس لقبي لقيت محتفظي على اخني خلا اخني اي قسم ليش اشتاين كبير قبول 50 اثير 100 بشغل 100 يا بلي بلي اتتخ انت التدريس دي دختويا قواعد دي دختويا كذا دختويا ثاني اتخ مساله اخر كلش مهمه ولا فقاد لقوا جامعات الاهليه المختبرات ودكاني انت خمتي بناياتي لم اجري مختبرات ثلاثتين شغلات ثلاثتين ولا الخشتها المفروض وزاره التعليم العالي لا قبل يعني لا خفر عقبال الا هاي مختبر كذا طبعا ده لم دقوق بهن الشغلات بس ما فايدين عشرات الجامعات بنيله يجوز بنايه وقم اجريله وقم متنفذي لقم شقل اجازه وكذا وقم مرخش له يعني مالك مع الاسف تطخه ولا ايه ان الحقيقه المفروض جامعات الاهليه حكومه ولا مشجوع له تمام يعني ليه حكومه يعني مستوعبه كل اعداد الطلاب اذا لازم هي كليات اهليه كليات اهليه ضمن الضوابط راب صبارابي قاوت محكيث امزمت ميقروث اب مثاوى لغباس مروافد مصاياثة امرنا لشان ربايا اصحاب العقول العلميه الكبيره اخنا نخمن العوامل المؤثره العامه ديا ان اخ عم عراقاي قونايث عمان اخنا سوراي ايوه موضوع الهجره يعني مشوريث لما اشتي شويه ثمانيه وبنش انه خراي زدله تحديدا جو هجره شوق منا شيء يعني قونايد بشكل عام امر هجره العقول وبريشايد بسط 2003 يعني قصة قلل أهولت أي كنوات الشيناي لوا بس هي الظروف الأمنية ما كانت جيدة ما كانت مستقرة محاصصة نغزة خينة بلكي ومعيوقة تضيق على أصحاب العقول ما أدت إلى هجرتهم أو ملؤت هجرة العقول هل إلى مؤثر رابع سلبيا جو ميزلت يلبانيثا المسيرة التعليمية في العراق عموما ين أخنا أخ عما يوخ يالو ذا شعب ولود ومصايلة أول جيل يوم عليمه ممكن يسدون قدوة مجال هجرة العقول؟ نعم حقيقة يعني من الصعب كل الصعب لأن يعني خاصة أن كفاءات ديالته يعني دي لمطر صاحب كفاءات يعني ليلة خمندي هذا سنايت أنا خلال تريشني 13 مثلا يعني لا خلال تريشني 13 أمر خلال أسرة 15 بينما من مال 15 سنة كبيرة يعني عمر كبالة يعني فترة كبالة يلا ما يتخام دقيقة من نراضي يعني ليلة مخ بثرة 2003 مثلا بريلة رابع شغلات شر ما شر دميرة خلال تريشني قنباني لقيل لأن بناية الإيبة بانية بس أقول
صعبه لك كبالة شني يعني اوت المدري سنه ترسر شني وبعدين كليه اربه وبعدين جامعه وبعدين هاوي له خبره كبالة خاسر شني اقل شيء. اذا التعويض دي صعب لان ما له هيبه معوضه بس كبالة صعوبه وكبالة صعب اكيد اذا الموضوع تعاقب الاجيال. التعاقب الاجيال انا منه خين بس ما له يعني كبالة وقت بي من دي اكيد كبالة واخني وقت لخا ومجال قي يعني اخني ما بدأ هجره العقول من الستينات قليل بعدين السبعينات بالثمانينات بحرب العراق الايرانيه من قسم خاصه بلطي ودراسه او دي على حساب دي او قسم حتى من حكمه لا رجعيوه قي لان ازيو بلد خازيو حريه خازيو استقلال حاله نفسيه حاله ماديه لا بلدين هذا من دي ولهذا كبير من لا رجعيوه يعني بيخرط بشواله هذا انه يعني مخدم مساله موت وحياه يعني بثواثين بابا ويمه حجزي ولا الا داير برونخ يلا راجعوا ولا رجعوا يعني لا يدري حكم قوانين كلش مشدده الطلاب درسيه وبراي خمنين اللي راجعوا. ولهذا السبب كله وحتى حاليا سبب الهجره عدم استقرار والنفسي والسياسي وكذا. يعني انا غزاي مثلا كبير الدبري ولا مثلا بوقت ملي طالقت حرب الطائفيه 2006 و2007 وكل قسم من بطلة برايا خمنثيلا اخ مثلا الكردستان. اذا اصحاب الكفاءات لها بالاستقرار مادي استقرار نفسي استقرار اجتماعي ليه بيبعيش هو اللي محولي بلاطه وهي كبيره يعني كمان يعني تبالخ تدخل من الحكومه من الكذا للحد من دوم من دي ويبقى برابع طرق بان خازي محسني كفاءه ديهن خازي للمستقبل يعني التعيينات هاي خاصه اصحاب الكفاءات مرت بامورات ديهن ما اعتقد يعني قليله لنسبه الهجره. برافو صباي دكتور. اخنا نيخه بنيخه مطاي وخل يعني الدقيقه خرايه من عدانه خلقتها بين ختم هربدو صرنا محور دمشوريلي ابي خلقتها او تقيله كنشتا دخديو لمصاياثا جمعيه حدياب للكفاءات ميقروثخ اخري شخاثه رئيس جديد لهذه الجمعيه. ارى هل اتلو خكمه رعيانه افكار خكمه غزاياثا وجهات نظر تخمنياثا دعث قريوة للمستقبل القريب على صعيد مسيرة الجمعية ونشاطاتها؟ نعم حقيقة أنا فكرة ولو قديمة بس ذهب من الطالب احنا كجمعية حدياب يعني من أهداف دي أسوأ وكبقهم حقيقة وحل ده إن شاء الله ده نهاية حقيقة خلي دخلوا مكاتب استشارية تبديل أمتن مكاتب استشارية من ناحية يعني ناحية الهندسية ناحية الطبية ناحية زراعية يعني احنا تبغهم قد مخوخ ماملي مخ تطوعيا يعني خدمة بني أمتن يعني مثلا اخني كاصحاب الشهاده خمطوس كبي مثلا خم قادم دراسات عليا ما بغيت خم قادم دراسات العليا ما عندي كبي دارس ما عندي ليله انت مثلا مناقشه دخت مناقشات لان احنا كل اصحاب الشهادات من دي وتخيل يعني التن اشراف على طلب الدكتوراه التن اشراف على ماجستير كذا اخوي ذي مناقشات تقييم علمي يدخل قيمه بحوث ما بحوث. اذا نحن يعني الدها دي خريجين دها مثلا البكالوريوس ان الشهادات يبقى مقدمي دراسات العليا كذا يبقى هي رخ لان دخ مكملي دراستين دخ مرت بيجاننا الى اخره من دن من ديانه دي كاكاديميين. اذا اخني ان من ديانه كذلك مكتب استشاري او مكتب استشاري ضم كل اختصاصات يعني مثلا خمتي مثلا خاصه ان الدها خمتي امور ماديه دين لتين هذا امور كيف اخا خريطه كيف اخا استشاره هندسيه باي مجال اخني بيخوالا وخاصه اخني هم اطباء دين لم قصر ولا فتره الكورونا اللي تخير يقم منه فتره الكورونا بروح ولا سوالا دكتور نمير الطويل سوالا دكتور هيثم البنا وليبيا كل شمالين تخرنا قم يوالا التليفونات دين خاص وقم موسع ولا تبني امتن من ايام اتخاذ استشاره خمندي كورونا ليبيا بالط يبي مخبورهن وانا بيوي والي علاجه ومع العلم يعني لم قصر ولا من بني امتن كذلك مساعدات همينا يعني ثوالا خمتي ظروف يعني موظفه او كذا كيف ازول بالخان لا ثوالا بالخانه كلي ولا شلون اذا نحول ولا جمعيه خوش مبلغ جمع ولا حتى ذي وقت مدير ناحيه جلال ابا قم قادموا الشهاده ودوال يعني تبرعات مجمع ولا قم ياخذ لنا جديد سنيقي يعني عامل يومي لليبي از بالق قم سعد ومسعود ولا عوائل صباي دكتور قمت خصمخ مدري دير امرا دقيقه خرايله
ميقروثخ من نسيونا من تجربة رويختا دتلوخ أخ أكاديمايا أكاديمي جو جيغلا ين مجال التعليم العالي والبانا علايا وأخ عاوذا أيضا نشط جو جيغلت مطكسياتا دكنو شمدينايا ما إلو أن مالو خياثة أمرخيا نصائح استشارات ماصد يوتلو قعليمة تخبائيث تحديدا شباب ديان اديوم يوما كد عليمة إلى خسامة رابعة أنا نقايقو بنشا بريشايث أمرخ على شوية على مستوى عمان أخ سراي أخ كلداي سراي أثراي اديوم يوما يعني أبو قارو شكر نخلد يعني أبو قارو أخي تخميل بدي قمت آتي دمرتي ودوانا الحقيقة كم ورش تضخم من دي يعني بس هم أنا التموين مشكلة بيه يعني أخني بوقتها ثوالا فكرة أحد المواسم الثقافية وذوالا ورش يعني ما دون دخ كبت آت بيشت في ترشي كهربائي مصلح تبريد إلى آخر يعني وذوالا محاضرات بسيطة طالعين ما يستنقط ولم كلفها وخا مبلغ هذا يعني يجوز دولتك محل ب 400 500 دولار دولتك محل وبلخ طبة الشباب على الأقل بحد من هجردية لأن لث رواتب لث تعيينات ولكن ما كلي ولا تموين يعني تموين دين خطايا ولا ثوابا أو ذخوالم لا ثوابا كمال خوالي أو مشروع دين ولا نحن كمحاضرات نظرية هو أنا بس عملية لا فيش ولا شيء. دكتور أن إيوا أمرخ ترمياتها مشاريع إيوا خطاط نشاطات نصائح عامة نصائح عامة بماذا توصي نعم على من تديم يوم أنا علمك موصول لأن ما له مشكلة دين أنا ما عندي له مشكلة دين تعييني حتى دراسة دين قيدها بالدولة التكنولوجيا جدا كلها مدي متوفرة خلينا بوك التكنولوجيا شو مدي متوفرين حتى حاسبة أنا بوك ديكو جامع لا حاسبة يعني ثوان إسرائيل يقول ده حاسبة وتطور العلمي كل من دي أنا موجود له بإنترنت مخدم لي عمو جوجل كلها من دي بس قراءة لقاء للتوهس تما المستقبل لث يعني مستقبل لما أنا خرج إياك أزن يعني لا أمل أخي نثوان الأمل يعني أنا بوقتها خازنه أو يعني بالستينات السبعينات معلمين لي سفر أخذ يومية ولي خيام بأمريكا خيام بيونان خيام كذا وأو معلم قدوة دينوي أو مهندس يعني خم درابة شم رابة ده لت هذا خمندي دكتور مخليت أنا لقطيتها إلى سؤال نعم. إلى حوار يعني من خيبة مارت صورة إلى قلل البصورة رابس باي أنا سأقول منه خد يوما بلكي تمرخ تعيينات لي ثرابة إنا انقطخ لي الصورة بخيجي من دنيالي لا تعيينات إيثن لا أزيتو بريو البانا لا وديت بل من دي شرايع الحل مودي الهجرة لا أو ترك الدراسة مو أخني حليلة بس أخني خمانة قانا لك مرمخلي تدنا تحكم الدمرخة يابا أن الشرايح على الأقل يعني مساعد الدولة وأن الشباب وذن الاحتضان وقتي يعني يثمن دي الاحتضان وقتي ما دي يعني أديو نخرج يعني الآن ما معقولة خرجا وأزن طلب المصرف من بابي يمي على الأقل بيقول لك مصرف دي مخدي لهذا كل دولة العالم يعني كل علمها تخيل بيقول لك مبلغ بسيط بحيث عايش بلا طالب لم يعني باش إذا تباب دي يمي دي غازير أدخل بارد على الأقل كالي حل خازق اللي خشوله لأن ما له إلا حكومي لا بدون المصانع الشركات يعني كل علم قطاع خاص هي ترى بس أخني كيف أنا قطاع عام أخني مو شرط ما وظيفة أخني وظيفة هوية مو شرط قطاع عام اشتري قطاع خاص بس موفر مستلزمات القطاع الخاص هذا خلال سجور من يقرص الدكتور بها هرتا سوالة بسيمة ودانا ورا ولا رشلن جاوا دكتور ودانت خرزة أو أي خلقتها براقي له أختي المخوبة ختمت أمرخ لمملة خرايا كلمة أخيرة والله يعني ما من خرابي شكر نخلاني بس سيما رابا يعني إن شاء الله هو له صورة طالا يعني بنا من ديان بمطخوالا تابني أمتن يعني أنا من كبير من زمان كي بنوالي إنه أنا من ديان ممطخلة تابني أمتن مستفيدي منه أو من دي خرائط التنميري طالق أخني أخبريكم مثواثة ومع الأسف ده مثواثة دين بشا سفيقة إذا أخني تبخ يعني منه خد تشجيع أي واحد أي ماثة أي مشكلة دي لقوا خماثة يعني إن إيباخون مو إيباخون حلوتيني على الأقل كإعلام مخكوت نبه ولهذا أنا طلب منه إن هاي مجال خجر خياته أي من دي تبد مخكنه الماثة الميزة إلى يعني ناحية سرسين وقضاء عمادية محافظة الدهوك أن التاخون هذا من دي أن من ديانه تبيشكا تخرونة يعني أجيال قادمة دي ثوانا مثوا هذا ثوالا سرايا بيقا ودخ عيشي ودخ وماطوا معيشة ديان
رابط صبيرابي يعني أنا نقزة قماية بين أمرن على الشوي على مستوى شبكة يذاع عراقايا أخ مصعى يذاعايا وسيلة إعلامية رشميثة رسمية أثرى اتلون هدخا تخمن تواتخا خورزة هدخا نهج موجود له واخنا اخ قناه عراقيثا سورييثا نعم. اخ دبرانوثا اداره قناه عراقي السريانيه ابرابا ايوخ يصيب مهتمين بمثواثا عمان واتلن خرزه بوت مثواثا وابا ونقزه تهديم يقروث قمامرتله باش قبالي ومخبطن بوديه بالزوده ونقزه دتري هاو طرابه بسيمه دويلوخ ارخم يقرا قداها خرزه سواده ديلانايا نقزه ثلاثه انه صورا الى بمنتيثا قم يقروثوخ خلمانا طاو خيريخ من دي قمايا برصو بايث من دي تري اخ ملبانا بالصوبايا كاستاذ جامعي من دي ثلاثه اخ مخبطانا مدينايا امرخ ناشط مدني واخ ريشه دكنوشتا دخديو لمصاياثا بخيلة على منتيثا امنتا وهو طرابه رابا بسيمه بسيمه رابي من اخون وبسيم الله اخون وانا بنقول طيب كلها اخون يعني الاتيريت السريانيه العراقيه من دنا ما خدم اخني مرخ مخرجين مصورين الى اخره. بسيمه يعني بسيمه رابي كلها علي ولا اخون خاي بسيمه رابي اقاره لقاله خزي انا ميقرا اطلع صوره مقرولا خ سواذا بسيمه جو صرنا داها خلقتا دقنا لخن من هنيانا ويثرانا هل خلق ياثا اثيانه قبل خبن ويقارن بوشون بشينا وشلاما